عايزة اقول لكم هي دي الطريقة الوحيدة للكبيبة البورسعيدية من غير اي طرق تانية. هي دي الطريقة الاصلية. خليكم معايا وتعالوا نشوف طريقتها ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كيلو من الجمبري حجم صغير، وده بيبقى نوع خاص بالكفتة الجمبري او الكبيبة. يعني بتقولي للسماك اللي انت بتشتري منه انا عايزة كيلو جمبري هعمل بيه كفتة. وعندي هنا من كل حاجة كده شوية، الشبت والبقدونس والكزبرة. وعندي هنا كوباية رز مطحون. جبت كوباية رز وغسلتها وسبتها تنشف وبعدين طحنتها في كبة التوابل. بديل الرز ده في دقيق رز بيتباع في السوبر ماركت، تقدري تستخدميه بدل ده. وتقدري كمان تحطي بدل كوباية رز تقدري تحطي كوبايتين على الكمية اللي بقولك عليها. باقي المقادير بصلاية وسط وكمان 4 فصوص توم. بدأت طحنت الأول الخضرة مع البصل مع الثوم، وبعد كده بدأت أحط الجمبري وطحنتهم. تعالوا بقى نشوف التوابل. حط معلقة صغيرة ممسوحة من الكزبرة والكمون والملح على حسب رغبتك، وكمان السماق، وحطي نعناع ناشف، وكمان نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، نص معلقة صغيرة من بهار السمك، وكمان نص معلقة كبيرة ممسوحة من الملح. وتقدري تحطي الملح على حسب رغبتك. وقلبي بقى كل التوابل دي والنعناع طبعا قبل ما تحطيه افركيه في ايدك. وبعدين لان ده نعناع اساسا انا منشفاه. وعجنتها بقى كويس جدا. اعجني كده حوالي 10 دقايق علشان تعمل عرق. وهاتيها بقى وبلي ايدك بالشكل ده، وبعدين خدي الكبيبة ودوريها اعمليها دايرة كده، وبعدين طبطبي عليها كده بسيط جدا. وبمنتهى السهولة هتتعمل معاكي، هتبقى شبه الطعمية زي ما احنا شايفين كده. هعمل بقى الكمية كلها ونرجع تاني مع بعض. ودي بقى الكمية اللي انا عملتها. وتقدري تضاعفيها لو انت خليتي كوباية الرز او كوباية الدقيق خليتيهم 2. يعني كوباية الرز اللي طحنتها تخليها 2، او دقيق الرز اللي انت اشتريتيه من السوبر ماركت برضو بدل كوباية تخليه كوبايتين. كده بالشكل ده بتضاعف الكمية. بس انا حابة ان يكون الجمبري اكتر فيها علشان احس بطعمها، وبتكون حلوة برضو لو كوبايتين على فكرة. جبت بقى حلة وحطيت فيها شوية زيت كده حوالي ربع كوباية يعني. وجبت بصلتين كبار وفرمتهم او ابشريهم، وبعدين ابدأي حمريهم لغاية ما يوصلوا لدرجة اللون البني. بتحمريه حطي شوية رشة ملح كده بيخلي طعمه حلو. قلب بقى لغاية ما توصل للون الذهبي الغامق او اول درجة من درجات البني. وبعد كده هحط عليها شوية مية صغيرين عشان تتسبك فيها وتنزل اللون البني اللي انا محتاجاه. وفي خطوه تقدري تعمليها قبل ما تحطي الميه، تقدري تطحني البصله دي في كبه التوابل لغايه ما تبقى زي العصير كده بالظبط من غير ما تحطي اي حاجه عليها خالص. هي هتلاقيها لوحدها دابت بقت شبه العصير. وفي الحاله دي هتحطي الميه وبعدين هتحطي البصله. مش هتحطي البصله الاول وبعدين الميه. يعني بعد ما تحمر هتضربيها في الكبه او في بتاعه البهارات، وبعد كده هتحطي ميه هنا في الحله، وبعد كده تحطي البصل ده. انا عملت الخطوه دي سهله بالنسبه لي. وبعدين حطيت الملح وربع معلقه من الكمون والبابريكا والكزبره، وكمان نص معلقه صغيره من بهار السمك. واظبطي ملحك. ورشه بسيطه جدا من الفلفل الاسود و3 فصوص من الحبهان. وده كله طبعا علشان اخلي طعم الشوربه او الكبيبه لما تتحط في الشوربه دي. وعايزه اقول لك بهار السمك ده مهم علشان بيغير طعم شوربه الصياديه دي، بيخلي طعمها حلو جدا. احنا طبعا مش هنشرب الشوربه نفسها، لكن هي هتطعم لي الكبيبه لما احطها فيها. في خطوه بقى هنا مهمه. تقدري تشيلي البصل بعد ما خلاص خدنا اللون بتاعه اللي احنا محتاجينه، تقدري تشيليه كده بمصفى مع الحبهان وتسيبي الميه كده صافيه، وتقدري تحطي الكبيبه كده على طول. الخطوتين ينفعوا عادي. بس وانت بتحمريها المهم لو عليها بقى البصل سبتيه تقدري تشيليه قبل ما تشوحيها علشان ما تتحرقش معاكي. هبدأ بقى بعد الشوربة ما تغلي هبدأ أنزل بواحدة واحدة لغاية ما تستوي كده بسيط. يعني سيبيها كده حوالي تقريبا 10 دقايق مش أكتر من كده. وبعد كده أحط الزيت في مقلاية شوية زيت بساط، لأن احنا مش هنقليها، مش هنخليها تاخد لون زي السمك أو الطعمية. يعني انت مش بتقليها، انت بتشوحيها بس. فهتحطي شوية زيت صغيرين ويدوب كده تاخد لون أقل من دقيقة كده على الجنبين. يعني دقيقة على الجنبين تقريبا، يعني نص دقيقة ونص دقيقة. تشويحة كده خفيفة بس
هي اصلا اما بتسلقيها بتتماسك وبتجمد. وبعد كده بقى بنعمل اللي هي خطوه التشويحه اللي انت شايفاها دي، وهطلعها وبعد كده هحطها من الوصفه. وعلى فكره انت ما بتطلعيها من الشوربه كمان، برضو بتحطيها في مصفى الصفه وتسيبيها تبرد. وبعد كده بقى ايه، بنعمل الخطوه اللي احنا بنعملها دي دلوقتي. وبعد ما تخرجيها بتحطيها على مصفى، هي ما بتبقاش مقرمشه، هي بتبقى طريه. وبعد كده حطيتها في سيرفيس بالشكل ده وزينتها بالخضره. لو انت هتعملي الكبيبه بس كاكله تقدري تعمليها مع رز صياديه اللي هو البني. ولو هتعملي زي ما انا عامله كده معاها سمك مسلوق او سمك شوربه بيضه، عملت الرز ابيض معاها وشوربه. وبس كده، وبألف هنا للي هيعملها. سلام عليكم.